دراري كاملين كتعرفوا الصين على التطور المخيف اللي وصلت ليه. ما كنهضروش على دولة فقط، كنهضروا على اقتصاد ديال هاد الدولة، افضل الاقتصادات في العالم. كنهضروا على عقلية ديال الصين اللي متشبت بالثقافة ديالو. كنهضروا على التكنولوجيا المخيفة اللي خرجتها لنا الصين. كنهضروا على ايفونات اللي كيتصنعوا في الصين ماشي في ميريكان غير تزيد بروغراميهم واللعيبات. كنهضروا على كاميرات مراقبة كتصايبوا من الصين. كنهضروا على بزاف ديال الالكترونيات، حاجة ضخمة ديال الالكترونيات تصنعوا من الصين. وكنهضروا على بزاف ديال المواقع الصينية اللي دابا ولاو دايرين بلاصتهم في السوق بحال تيمو اللي راه كلشي ولا عارفو. اي واحد كتسوليه كتقول ليه تيمو، كتعرف تيمو يقول لك هاد الصين هادي دولة بلا ما نهضروا عليها، راه الا هضرنا عليها راه خصنا واحد الساعة ولا ساعتين. دولة قديمة بزاف، حضارة صينية بلا ما نهضروا مثلا على سميتو سور الصين العظيم وكيفاش تبنى من عجائب الدنيا السبع. كتهضر على ما يمكنش كيفاش تبناو هذا سور الصين العظيم، راه شي حاجة فريمون عقلك يحبس. ومن الحوايج اللي باغي نزورهم الا مشيت للصين، نزور هاد البناية التاريخية الشاهقة الجميلة. نرجعوا غادي نشوفوا واحد اليوتيوبر سميتو جو حطاب اللي غني على التعريف وكاملين كتعرفوه، اللي تبارك الله ما شاء الله عنده ملايين ديال المشاهدات في الفيديوهات ديالو. ما كاين غير 10 المليون 20 مليون 30 مليون. اكثر فيديو ضرب لي فيوز وفجرها هو هذا، ما يمكنش اصاحبي، راه ضرب لي واحد 72 مليون. المهم حنا غنجيو عندنا الغرض بهذا الفيديو هذا، غنهضروا على هذا الفيديو هذا الاخوان. الصين ترعب امريكا والروبوتات البشريه، مدن ذكيه، سيارات خارقه وذكاء اصطناعي. راه ما يمكنش على التطور اللي وصلته الصين. غنتفرجوا في هذا الفيديو غادي نعطيو الراي ديالنا فيه. كاين بزاف ما يتقال بالرجوله. شوف ثورة التكنولوجيا والروبوتات، مصانع، مختبرات، روبوتات. اليوم راح نشوف على الواقع بما يسمى واو واو واو، راه ما يمكنش هاد الدراري على الصين التطور اللي وصلت ليه. سباق المستقبل. لكن السؤال الأهم هو، هل الصين ممكن تتقدم على أمريكا؟ ايلون ماسك. اليوم راح نتعرف على صراع العمالقة، نشوف الصين اللي طرح دابا واش الصين يمكن تقدم على امريكا. فعلا صاحبي راه هادشي اللي كنشوفو راه مرعب بالرجوله، مرعب. داخل. الصين اليوم مش فقط مصانع وسلع رخيصة، الصين هي مصانع للأفكار وعقول بتصنع المستقبل. هاي هي الصين. واو، تخيل معايا هذا روبوت اصاحبي، تخيل معايا هذا الروبوت مصانعينه كيقدر يهضر، كيقدر يتمشى، كيقدر يبادلك حركات. راه ما يمكنش الدراري، ما يمكن. هاي كابوس لشركة تسلا. Chinese car maker BYD. وهي هي مدينة شنجن، المدينة اللي كانت قبل عقود قرية صيد صغيرة، واليوم هي مدينة المستقبل. هون تصنع الأحلام وتولد الابتكارات. شوفوا احنا في وادي السيليكون في الشرق، مدينة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العالم. الناس هون بتاخذ راحة بعد ما عملوا اختراعات. تخيل معايا هادشي كامل اللي جالس هنا كلهم مخترعين، وهنا كتشوف التقدم اللي وصلت ليه الصين. يعني هادو كاملين اللي هنايا، هادو كاملين بدون استثناء، كاملين كيخترعوا الالكترونيات، كيخترعوا الكاميرات، كيخترعوا الروبوتات، كيخترعوا شي لعيبه عقلك يحبس. برافو 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 بالرجوله، جادور. شافات كبيرة. هاي مدينة شنجن في الصين في الجنوب. 欢迎大家来到深圳， BYD. في هاي المدينة ولد 欢迎大家 هادي راه ماشي يابانيه، فهمتوني؟ هادي راه مغربيه. هادي ما عرفت سميتها بالضبط، راه داير لها ابوني في الانستغرام. لكن بالرجوله الدريه تبارك الله خدامه على راسها، خدمت على راسها، وصلت. الله يسر لها الامور. كتوريك بزاف ديال الحوايج في الصين، روبوتات، شي حوايج اللي غراب. بالرجوله ديديكاس للدريه هادي. 来到深圳， BYD. في هاي المدينة ولدت BYD، أكبر شركة سيارات كهربائية في العالم. ورح نبدأ بالمصنع، عندهم قصة نجاح جميلة رح نتعرف عليها. اهلا وسهلا فيكم مصنع شركة BYD سيارات تخيل معايا هاد الطوموبيله هادي راه كتخدم غير بالضوء، يعني بالكهرباء، ما كتخدمش
بشي حاجة اخرى، فهمتوني؟ يعني شي حاجة كابوس، راه كابوس الدراري. كهربائيه. هذا الشركة ديال بي واي دي راه كابوس، جاية كابوس وكتنافس تيسلا دابا حاليا. رقم واحد في العالم. او ماي جاد. هاي اغلى سياره بالبي واي دي الكتريك. السيارة هاي سعرها 250 ألف دولار. 250 ألف دولار اللي هي 250 مليون مغربية. اللهم بارك أخوتي، اللهم بارك. تلافس اللامبرغيني. That is a bonkers electric supercar. بقول لك انه هاي السياره كمان بتهز هسه، شوفوا كيف. Bro, they gonna make it dancing? Yes, I think. How? او ماي جاد. لا صاحبي كتشطح معاك، راه ما يمكنش. تحرك وهي ثابته. او ماي جاد. راه كتشطح بيا ما مش صاحبي. موجوده في اي سياره في العالم. نوع من الترفيه عملي. عندهم موديلات كثير مثل هاي مثلا. So this character means electricity. It's pretty like the lightning from the word, right? So this is like a BYD but has a different logo? Under BYD company, but it's a different brand. It's a luxury brand. The design of the matrix of the light means the galaxy. It's a hybrid vehicle. This راه جميع السيارات اللي عندهم هنا تقريبا شي 90% ديال السيارات اللي كاينين في الصين كلهم كيخدموا بالكهرباء، يعني كيتشارجاو بالضوء، يعني ما كيخدموش بالغازوال، ما كيخدموش بليسونس ولا بالمازوت، كيخدموا غير بالكهرباء. energy tower will flash. وهذه حاجه زوينه صراحه، لشي ولا مثلا ما عندهاش بترول تعوض هاد البلان بالكهرباء، راه شي حاجه فريمون ناضيه. And tell you how much energy you are. دابا كتشوف التروتينيت مخرجها الصين، كتشوف شحال من حاجه مخرجها الصين وكتبيعها بالرجوله، شي حاجه هربانه. هي مخرجه لينا واحد الكاميرات ديال الطاقه من هذا المنبر، بدلوا لنا دوك كاميرات الطاقه، راه ما خدامينش لينا بالرجوله، راه فيهم المرض. هاي السياره فيها ميزه مش موجوده بكثير من السيارات في العالم. السياره هسه رح تسبح في حال صارت اي طوارئ. اوه ماي جاد. والله ميجا هاي. طونوبيله كتمشي في الماء. واو. The wheel didn't touch the ground. Bro, this is normal. هذه راه ضربه قاضيه لتيسلا بالرجوله. طلع لوين وصلت. Bro, we are actually diving not swimming. 他们那边其实是因为打风向给了扭矩不清楚。 You can open the window, no problem. Oh, really? هاي السياره بتقدر تعوم ل 30 دقيقه. فريمو سياره واعره بالرجوله. روح القزاز هناك. غادي نجيبو كوموند ديال كافي بواحد لو درون. قلت لكم مغربيه هذه الرجوله. جيو تصور مع جو حطاب اللي هو افضل يوتيوبر يعني كيدير لي فلوق في العالم، ما يمكنش الدراري. درون من السماء. درون في السما غيجيب لك القهوه، اجي معايا. وفي هاي المدينة أيضا ما فهم والو، قالت لي درون في السماء غيجيب لك القهوه. الرجوله الهضره ديالنا حنا اللي كنفهموها. في توصيل بالدرون. راح نطلب هسه طلبات عن طريق الدرون راح يوصل لنا. الوغ عندك هاد لابليكاسيون هادي سميتها ويتشات. ويتشات. يو تشوز واش يو. اما الاغلبيه الصين كامله كتخدم بلابليكاسيون، بغيتي تخلص بلابليكاسيون، بغيتي تشري شي حاجه بلابليكاسيون، اي لعيبه بغيت ديرها بلابليكاسيون، وبلابليكاسيون ديالهم هما، يعني صانعينهم هما، ماشي لابليكاسيون ديال شي دوله اخرى، صانعينهم هما. This order bubble tea. بدل ما اشخاص وصلنا مرحله الدرون نفسها توصل. Now the drone will go to the restaurant and bring it. يس. I'm ordering. حطوا الطلبيه هون كيدوز من هذا المكان الاوردر، المركز وين كيدوز الاوردر كيوصلك الاوردر في البلاصه، ما كاملاش حتى 10 دقائق كيوصلك. هنا صحيبي راه كتكوموندي الحاجه وكتسنى 3 ايام ولا 4 ايام، والليفرور كيحمقك باش يوصل لك ديك لا كوموند. الرجوله راه وصلوا لواحد النيفو هربان. كل المحلات هون موجوده في هذا المول، فبيجوا بحطوا الطلب في الدرون بعدين بنطلق للمكان اللي طلبنا منه قبل شوي. Coming. وين كبت؟ هاي القهوه. وديك الكرتونه راه ما كيتخلصوش منها، كيلوحوا يعني سالوا منها يلوحوا، لا كيعاودوا يحلوا لها لومبالاج وكيشدوها كيحطوها في ديك اللعيبه
باش تعاود تستعمل مرة أخرى. فقط في كم من منطقة موجودة في شنجن، ولكن ممكن هاي تصير في المستقبل موجودة في كل مكان. وعندهم سيارات بتسوق بدون سائق. اوه نو درايفر، حاطين لعبة. Okay, we're gonna scan. طونوبيلة كتمشي لراسها بالذكاء الاصطناعي، ما كاين لا شيفور لا والو. يلا. لا بفرجيك كيف سير. كتقول لي غير البلاصة كيوصلك لها. باقي مضاربين مع الطاكسيات ومع الشيافر ومع الطوبيسات. فريمو الصين وصلت لواحد المرحلة ربان. ماشي طلع الشاشة، اطلبها من التطبيق بتوصل لعندك وبتتحرك لحالها. يقول لك رح نوصل ب 24 دقيقة. حسيت انك بدك تنزل بس تضغط له هون، طب اطلع سوق. ليش؟ تريب فيو. اذا صار اشي حاليا رح نلوم مين؟ السائق مش موجود نلومه. الروبوت مخالف. صافي كيوصلك البلاصة ديالو كيتحرك. بيتها ايضا تقدر تدفع بكف ايديك بهالمدينة. كتدفع صاحبي بالكف ديال يدك، راه ما يمكنش. طبعا لازم تصدق بصمة ايديك مع تطبيق ويتشات لتقدر تدفع. دفعت. بسم الله الرحمن الرحيم. وعندهم روبوت بوصل الطلب لغرفتك بالفندق. صافي كملات. يدخل المصعد لحاله. Wow is very beautiful. Is very great. Is very perfect. وصل لهون بعدين اتصل. تشي كل هذا اللي شفتوه في شوارع مدينة شنجن اليومية، ولكن هاي لسه البداية. هون في مطارات الصين عشان تعرف البوابة وين بس منه. بس ايش؟ مستحيل توقعه بقول لك. يلا روبوت كيشلك انك يحق يمشي معاك في هذه الحركه ديالك. بالمناسبه واحد الزليجي جابوا باش يصور بيه ورجعوا، فهمتيني؟ عرفتي ايش قال؟ هذا دابا غيقول لكم هذا الروبوت هذا راه داير 12 مليون 12,000 دولار. واش غيقول هذاك خونا؟ يقول لك اسيدي قال لك داير 26 مليون 26,000 دولار. يلا تخيل معايا اخوي، تخيل معايا الصين اللي هي صانعه دايره ب 12 مليون وخونا قال لك 26 مليون. بقيت نشوفها صح، ما الا بغى يبيعوا زعما راه ماشي ديالو اصلا. وفي عنده حركات عجيبة مفاصله. هاي هي اليونيتري هون في الصين في هاي المدينة هانغزو. بيحييني. شي نهار غنشوفوا الروبوتات صاحبي كيغزيو العالم، الله يحفظه. صافي رح ناخذ جولة هسه ونشوف ردود أفعال الناس في الشارع عليه. كاميرا this has. بالرجولة غدوت واحد 100 سنة ولا 150 سنة يجي واحد غيقول عرفتي الصين بحال هادي راه كانت كتصنع الروبوتات وكانت كتصنع، وتبارك الله التقدم الصيني فين وصل، واش كانت كدير وحنايا باقي ما وصلناش داك النيفو اللي وصلت ليه الصين. واو، يعني 100 سنة غدوز وما غاديش توصل داك النيفو اللي وصلت ليه الصين. ترى عقلك يحبس اصلا، ما يمكنش اصلا. 35 كيلومتر. وزنه 35 كيلوغرام. يعني خفيف. So I can buy this one and put to my wall. Yeah, sure. تخيل هذا سعره 16,000 دولار. طلع بيعمل حركات مفاصل عجيبة. he's gonna fight. Be careful. yeah. شوف هادي روبوتة صحيبي، هادي روبوتة راه ما يمكنش. So they think that the robot in the future we can use it in education, in services, helping old people in hospitals. So he thinks that we really need robots in the future. طلع علي قاعدة. It means that in the future we're gonna have more robots. More robot and maybe we're gonna stop this. Yes. He said like the machine we never get tired from building robots. الخوت بارك عليه. اندهلت من كمية المعلومات، من كمية الصور اللي شفتها، راه ما يمكنش الدراري. اخوان هادشي اللي كان في هذا الفيديو، نتمنى يعجبكم. ديروا لايك، ديروا سبسكرايب، هادشي اللي كاين، وخلنا شي كومونتير زوين. رجعنا بقوة دابا، وهادشي اللي كاين، وبيز نتلاقاو في فيديو الجاي.